ابو جاسم، لو نقارن بين الفريقين، انا اشوف الدحيل كان مميز بشكل كبير في مباراه اليوم، رغم انه عنده نقص مثل ما قال سالم. متطرق الموضوع جدا مهم. الريان بدل 5 لاعبين، الدحيل ما بدل ولا لاعب، لكنه كاداره مباراه انا اشوف جمال اليوم ادار المباراه بشكل جيد. لو احتسبت ضربه الجزاء ممكن المباراه راح تكون للدحيل. فانا اتفاجئ انه يقول لك شلون يعني الدحيل ما كان جيد في مباراه اليوم او متساويين. لا، مش متساويين. الدحيل كان هو الافضل من بدايه المباراه الى نهايه المباراه. فريق ما عنده دكه بدلاء، فريق عنده لاعبين، كثره اصابات، لكنه قدر يحافظ على المجموعه. جمال ادار المباراه بشكل جيد. نروح للريان، علامه استفهام جدا كبيره. يعني انا كنت احكي ويا ابو سلطان قبل المباراه، يعني مدرب الريان ما اعرف يعني صراحه، اعتقد الله اعلم بدا يتصرف نفس التصرف اللي كان يتصرفه مدرب الاهلي باسكال، نفس الشيء، يغير مراكز، اختيار طريقه اللعب الغلط، تشكيل غلط، ما اعرف عنده غايه، ما اعرف. فريق مو قادر تضغط لقدام، وانت تشوف الدحيل كل شويه يطلع كره من الخلف وانت مو قادر تضغط. ليش تضغط؟ ارجع. انت مو قادر تدافع، لا عندك شكل هجومي ولا عندك شكل دفاعي، لا عندك لاعبين في منتصف الملعب، موظف لاعبين عندهم قدره انه على افتكاك الكره، ولا عندك لاعبين عندهم قدره على الضغط العالي. فريق مشتت، فريق في فوضى صراحه. الاسماء اللي موجوده والعمل اللي تعمله الاداره صراحه، اللي يشتت ويسوي فوضى داخل الملعب. انا اشوف المدرب هو صاحب بس مباراه اليوم يعني لا، انا احكي لك على الموسم، على طوال الموسم. واحنا كثير كنا ابو محمد كثير كان يتكلم على المدرب، يقول انا ما شفته طور من العام، ما شفته طور، ما شفته كذا، ما شفناه. واحنا في بعض الاحيان كنا نتداخل معاه، لكنه لو تجي هسه كنتاج انا صراحه بشكل كبير اروح مع انا طبعا ما راح اناقشكم في المستوى الفني لان انا مش مؤهل فنيا. بس ابو جاسم، لكن بس مدرب جايب لي المركز الرابع. لها نشأت في فرق بين انك انت جيد عشان انت جيد، وفي فرق بين انك جيد لاني انا سيء. اليوم الدحيل لما كان جيد لان في فوضى من الريان اساسا، فسهل انك تختار. بس ما تقدر تقول، بس ما تقدر تقول الدحيل كان سيء. انت ميزت في الشوط الاول كالدحيل. انا افضليتك موجوده والفرص موجوده، يعني تتكلم ما يحتاج محلل في الموضوع. الشوط الثاني انت افتقدت للتميز هذا اساسا، الفريقين ما قدموا اي شيء الشوط الثاني. بالاخير انا العب مباراه بس نسبه وتناسب، نسبه وتناسب الدحيل افضل. انت تلعب مباراه 90 دقيقه. لا مباراه 90 دقيقه نسبه وتناسب، تروح المباراه من الدحيل ولا الريان؟ لكن بتقول لي ان الدحيل هذا وضعه الطبيعي. لا احنا نحكي تبريرات. جيد لاني انا ساهمت انك تصير جيد. لا ما يصير تقول ابو، لا لان ما في فريق. لا انت من تقول شو التنظيم اللي فكيته؟ العفو ابو سلطان، انت من تقول الدحيل كان زين لانه انا سيء، انت تظلم الدحيل. لا ما اظلمه، انت تحكي على فريقك، تنتقد فريقك، بس تظلم الدحيل. لا هو جيد، بس لو الريان منظم بنسبه 50%. لو لو بس ما له دخل. انا دا احكي على مباراه قاعد يلعب ضد دفاع مش مترابط. من هم الريان؟ الريان. وش دا نحكي له احنا؟ مو هذا اللي اقول لك، هذا اللي يساعدك على الانتاجيه اللي عندك. اذا منو ادار المباراه بشكل جيد؟ احنا ما نختلف ان في افضليه للدحيل. الدحيل انا اقول لك لو احتسبت ضربه الجزاء كان الدحيل فاز واخذ المباراه، وكان ممكن كل قلنا انه الدحيل هو الاحق وهو الافضل. الشوط الثاني هل لهم فرص؟ محمد انا بغض النظر انا ما الشوط الثاني متساوي، الشوط الاول تقدر تقول الدحيل متساوي في السوق. بغض النظر انا لو اجي اقارن مش نفس افضليه ابو جابر، مش نفس افضليه شيء طبيعي. سماري مو بجاهز، عدمرس مش جاهز، شيء طبيعي. فريق ما عنده بدلاء ابو سلطان، وانت فريقك مغير 5. فهمت من نشأت، واللي انا نفس تفكير نشأت، ان الفريق على رغم النقص اللي عنده وعلى حتى ما عنده بدلاء قدر يكون وضعه بشكل جيد، يلعب طريقته حلوه، اسلوب لعبه حلو، وكان ند بند مع الريان. ويفترض يعني لو سأل خالد التعادل عادل، بقول لك التعادل عادل في الملعب، لكن على الورق مش عادل، في كفه لصالح الريان ما استفاد منها. هو خل الورق ابو محمد اربي على ارض الملعب في 90 دقيقه. خذ الدحيل افضليه في بدايه المباراه، ما نقدر نكلها كره في العارضه وانقاذ من ابو ندى بدايه المباراه، هذه موجوده. احنا نقول لك التعادل بعدها اختفوا الفريقين، ما لعبوا كره قدم امانه. التعادل عادل، لكن لو في افضليه نسبيه للفوز كانت نعم للدحيل. انا معك، بس انا كلامي على 90 دقيقه ابو محمد. 90 دقيقة نصها كان مفقود من الفريق. بس ابو محمد من يتحمل المسؤولية؟ يتحملها مدرب الريان. لأن أتكلم عن نقطة فنية بس عن الريان اليوم يلعب ب4-3-2-1 شكلها، أعتقد تشكيلته 4-2-3-1.
لا ما يلعب. يلعب 4-3-3 تقريبا. 4-3-3 بس الثلاثه اللي قدام مسويهم مثلث. صحيح. انت لما تسوي مثلث هاي فقط تلعب في 3-4-3 ولا الخمسه عشان تلعب اثنين وثلاثه قدام. اما في طريقه الاربعه وتلعب ثلاثه اذا ما عندك اطراف صح لا يمين ولا يسار ما يجوز. يعني لازم يلعب 4-3-3 صريح او يلعب 4-2-3-1 صريح. المدرب يعني ما اعرف ليش يلعب بالطريقه هذه. زين عندك احمد علاء انت استنفذت التغيير الاول التغيير الثاني دقيقه 20 دخل احمد علاء كراس حربه شغال بس في الظهير اليمين الظهير اليسار تبديلاته. هذا مشكلة ابو محمد. حتى ما استفاد من جابر. وحتى ما استفاد من جابر لان جابر يا في المنتخب يلعب خط وسط قوي يبني لك هجمه. ما شفناه ما يلعب الا كل مباراه 20 دقيقه. لا والمباراه اللي راحت جابر لعبه كظهير يمين وكان جيد. وأداء جيد صح. كان اداء ممتاز بين الشوطين بدله. هو فاذا انت اليوم شنو اوحيت؟ هو نشات هو غير اليوم. انا شوف هو غير اليوم. هو لاعب عبد الله يوسف السرختم ولاعب عميد مهاجم. اي هو حاس يعني لاعب عبد الله يوسف على اساس انه صوب عادل بالبينه عنده عامل السرعه اكثر شوي نوعا ما من جاسم الجابر. ولاعب عميد جيد في الكرات الرئيسيه مع بيتك. فانا اعتقد حسبته كذا بس حسبته ما مشيت بالشكل الصحيح. عميد كم صار له ما لعب؟ لو ملعب السر على اساس يمسك بالبينه لو ما شفت السر كله متقدم اليوم. وسجل من كله جناح اليوم كله مجنح. طيب مش منزل عشان يرغبه. نقدر نقول تعادل عادل علي. نعم يستحقون التعادل يعني. يستحقون. هي مجمل المباراه 5 فرص التحيل و3 فرص الريان. ما في اليوم قلنا بتكون مباراة جميلة حلوة. ما شفنا إلا الهدفين ملعوبين. اليوم بعد نادي الريان المنهاني أحسن لاعب في المباراة غيره المدرب. أنا ما أدري شنو مشكلة نادي الريان مع الأظهرة يغير أظهرة ويدخل أظهرة. أنت لازم تعزز في الهجوم وتدخل ناس ناشطين حق الهجوم وتسجل لأن أنت تحتاج إلى 3 نقط. المباراة اليوم المستوى متوسط مثل ما يقولون ما فيها هجمات كثير. محمد ليش تعادلتوا؟ ليش ما فزتوا اليوم؟ خالد مستواكم زين يعني يبشرني الواحد ممكن يقول تفوزون. والله الامانه الفريقين يعني متساويين في السوق هذا بمجمل المباراه. لكن لما تاخذها انت من ناحيه التفاصيل على الريان بقول الكلام اللي او بستمد الكلام على اخر شيء انا قلته في مباراه الشمال. فقدان الثقه بين اللاعبين وبين المدرب. اعتقد ان مباراه اليوم يعني اثبتت لحظات كثيره. انت من ناحيه فنيه انت لما فقدان التاثير اللي انت تمارسه او تستخدمه على اللاعبين حاليا واضح على ارض الملعب. واضح الفوضى واضح العشوائيه اللي مارسها آرثر. واضح انه ما له تاثير مباشر على اللاعبين وهذه بدايه فقدانك للمجموعه انها مو قاعده تحت سيطرتك. زين. هذه بدايه فقدان حتى المكتسبات النسبيه اللي صارت في فترتك انت منذ قدومك من سنه تقريبا شهر 1 الماضي. فحتى المكتسبات اللي المفروض انك تبني عليها وتلغي السلبيات اعتقد انها صارت حتى هي تحولت الى سلبيات الان. فاتباع الافكار الغير مناسبه لخصائص اللاعبين هذه بدايه انهيار الفريق. يعني انت تشوف اليوم الفريق قاعد يحاول يبني لعب من الخلف بمدافعين ما يقدرون او ما عندهم القدره انهم مو من خصائصهم انهم يلعبون من الخلف. فاعتقد خالد ان هنا بدايه مشكله لما انت تحاول تبني لعب من الخلف مثل هاللقطه. على اي اساس انت تحاول تبني لعب من الخلف بعناصر ما تقدر انها تطلع الكره الا الكرات الطويله. سهل انك تضغط عليهم سهل انك تاخذ الكره. هذا من جانب الاستحواذ. من جانب بدون الكره انت تحاول تلعب ضغط عالي. كما استمعنا جميعا ماذا قال حسين جنات بعد انتقال يوسف البليلي الى نادي الترجي التونسي قادم من نادي مولودية الجزائر. حسين جنات قال بان يوسف البليلي كانت له مشاكل كبيره مع النادي الجزائري الذي طلب منه اللاعب ولاعب شقيقه فارس في النادي الجزائري لكن الجزائري رفض ذلك. يوسف البليلي الذي خرج من اسوار نادي الجزائر بعد تقديم موسم رائع الى جيد جدا بعد ان كان هداف البطوله واكثر من صنع واكثر من ساهم فيها. كما قاد ايضا مولودية الجزائر الى نهائي كاس الجمهوريه
والخسارة أمام شباب الأستاذ في النهائي. الآن سوف يصبح في رحلة جديدة مع نادي الترجي التونسي الذي حقق معه نجاحات كبيرة في السنوات الماضية. يوسف بليلي أكيد يستهدف اللعب في كأس العالم للأندية النسخة الجديدة التي فيها كبار الأندية في جميع القارات، أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية والشمالية وأستراليا. ما نتمناه أكيد هو التوفيق ليوسف بليلي في رحلته الجديدة مع ناديه الجديد القديم الترجي التونسي، إن شاء الله بالتوفيق، وربما نشاهده ولما لا العودة إلى المنتخب الوطني الجزائري إن شاء الله بالتوفيق لبليلي. وهنا شاهد منكم خلصنا إلى نهاية فيديو، ما تنسوش دعمنا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، نسمعكم جزاكم قريبا. السلام عليكم.